بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا متابعيني وحبايبي اللي مشرفيني، وأهلا بالمشتركين الجداد. إن شاء الله ما تنسيش تشتركي كمان في القناة وتحطي لايك وكومنت حلو. حبيبة قلبي أكون شاكرة جدا ليكي. معانا بقى النهاردة إيه؟ عزومة كده حلوة جميلة فيها أفكار حلوة إن شاء الله تستفيدي منها. دلوقتي أنا بعصج اللحمة كده ني في ني. إزاي؟ حطيت شوية الزيت وحطيت اللحمة، نزلت عليها بالبصل، نزلت عليها بالفلفل وحبيتين الطماطم، وحطيت ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره، وهسيبها كده تاخد وتدي بشكل ودي مع بعضها. احلى لحمه معصجه تاكلها في حياتك، حلوه جدا وريحتها بتقلب الدنيا. واول حاجه شفتوها كنت بسلق اللحمه، يبقى سلقت اللحمه وعصجت اللحمه. ودلوقتي هعمل نوعين صلصه. اول نوع اللي انتوا شايفينه ده حطيت فيه معلقتين سمنه، ونزلت بيه ببصلتين حلوين كده متقطعين، وهبتدي اللي انا اشوحهم مع السمنه. والحله التانية برضو حطيت فيها كده حته دهنه كده صغيره، واحط كمان معاها شويه زيت زي الحله دي، وهنزل عليها برضو بشويه بصل، بكميه بصل. انا كده بعمل نوعين صلصه، نوع لصلصه المحشي والنوع التاني لصلصه الخضار اللي انا هعمله البسله. اللي هيقول هو في بسله دلوقتي؟ يا جماعه دي بسله انا مفرزاها وكنت مفرزاها معاكم في الفيديوهات. يا ريت تخشوا كده وتاخدوا لمحه عن الفيديوهات، هتستفيدي كتير ان شاء الله. والملوخيه بتطلع معاكي خضره وزي العسل. رجعت لكم المقطع بتاع اللحمه اهو، بسم الله ما شاء الله. وادي دلوقتي بنجهز مع بعض خلطه المحشي. الناس اللي كتبت لي على الفيديو اللي انا منزلاه بتاع المحشي اعمل لنا الصلصه اللي انت عاملاها، حاضر من عينيا. معايا خضرة مشكلة ومعايا الصلصة ومعايا الرز، وابتدي اقلب والف ورق العنب. برضو ورق العنب ده مش اخضر، ورق العنب ده انا كنت مفرزاه. اسهل واسرع طريقة للف ورق العنب، لو 2-3 كيلو هتعمليهم بصي في لمح البصر. تجيبي صينية كبيرة وتفردي عليها الورق بتاعك كله، وتوزعي عليه الرز بتاعك كله، وتبتدي تلفيه. اسرع طريقه واسهل طريقه، ودي الطريقه الصحيحه للف ورق العنب. بيطلع معاكي الصابع بصبعه، ما بيبقاش منفوخ كده واخد هوا، او الرز خارج منه، بيطلع الصابع زي ما انت حاشيه، زي ما انت بتسوي. يبقى احنا عملنا الصلصه وحشينا ورق العنب وسوينا اللحمه وعصجنا اللحمه. هنشوف هنعمل ايه تاني اهو. بصي بسم الله ما شاء الله، في ثانيه الا ثانيه تلاقي نفسك عملتي عدد حلو قوي من صوابع ورق العنب. طب الطريقة دي تنفع للكرنب؟ تنفع للكرنب، بس الأحسن ورق العنب للطريقة دي، إنما الكرنب الأفضل ليه على إيديكي. شايفين أنا بجري إزاي يا ولاد؟ الحاجات دي، في حاجات أنا مجهزاها من بالليل، هتلاحظوا من اللبس بتاعي في حاجات أنا مجهزاها متبلاها من بالليل، وفي حاجات أنا عملتها تاني يوم. يعني كل الحاجة جهزتها من بالليل وتاني يوم كانت على التسوية. دي ايه بقى؟ دي فراخ انا كنت متبلاها، برضو نزلتها معاكم في فيديو، بس اقول لكم طريقه التتبيله بتاعتها سهله جدا. هتجيبي الفراخ كده وتنضفيها وتخليها زي الفل، وتجيبي بصل وفلفل وطماطم وبهارات فراخ وفلفل اسمر وملح وكمون وكزبره وليمون ومعلقه عسل، وتبتدي تتبلي الفراخ بتاعتك دي وتحشيها تحت الجلد. والاحسن اللي انت تبيتيها في التلاجة لو انت صبح عندك عزومة. انما لو انت بتعمليها في نفس اليوم عادي، قعديها بس من نص ساعة لساعة في التتبيلة دي، وبعد كده ترصيها زي ما انت شايفاها كده في الصينية بتاعتك او في الصاج، وبعد كده تدخليها الفرن وتغطيها على درجة حرارة عالية، وبعد كده ترفعي الغطا بتاعها اللي هو الورق الألمونيوم، وهتبقى معاكي أحلى فراخ مشوية كلتها في حياتك. اديني حطيت بقية التتبيلة، رشيتها عليها كده على الوش، وبظبط الفراخ اهيت. وهبتدي ان انا اغطيها بورق ألمونيوم وادخلها الفرن على درجة حرارة عالية، وتاخد لها كده غلوتين، اروح شايلة بعد كده الغطا واسيبها بقى تتشوي مع نفسها فوق وتحت. افكار هتعجبك جدا وهتستفيدي منها ان شاء الله. بس ما تنسيش تحط اللايك لو انت وصلت لحد هنا كده،
قوليلي ورق الألمونيوم في الكومنت. يا حلاوة ورق الألمونيوم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوليلي وصلت لحد الكفتة. عملنا الكفتة وصبعناها، طبعا منزلها معاكم فيديو برضو، يا ريت ترجعي للفيديوهات تستفيدي كتير. ودلوقتي بقى بعمل الجلاش رول. بسم الله ما شاء الله، العزومة كانت حلوة كده كبيرة محترمة، وكمان مفيش الا انا معيش الا ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم كنت بجهز حاجات كتير. طبعا دي تاني يوم، يا دوبك كنت معصجة الحاجة ويا دوبك على لف الجلاش زي ما انتوا شايفين. النهاردة بقى حبيت اغير واعمله رول جميل جدا جدا، جربيه تحفة. احلى ما بتحطي كده الورق تفرديه وبعد كده تقطعيه، ده جميل اوي الرول، وشكله كده شيك حلو قوي جدا. في التقديم بيبقى شكله شيك قوي على السفرة. تجيبي بقى 3 ورقات، ورقتين حسب الكمية اللي عندك، وتبتدي تلفيه رول زي ما انت شايفين مسافة ما عملت الصينية كده رجعتها تاني ملفوفة. ما شاء الله. انا كنت عاملة صاجين، يعني فاض منهم صاج مش مشكلة، قعد معايا لتاني يوم برضو كلناه، بس حاجتك تبقي عاملاها بزيادة، بحيث حد جه زيادة، ضيف دخل جديد عليكي، تبقى حاجتك بيتك مستور وحاجتك ربنا مبارك فيها كده. بسم الله ما شاء الله. هبتدي بقى اللي انا اقطعه زي ما انتوا شايفين، الصابع كده يبقى جميل كده وحلو. الصاج ده معايا جه ايه في الحته الاخرانيه دي اتعوج شويه، بس مش مشكله هنظبط الدنيا. طبعا ضغط وانا لوحدي وعامله ما شاء الله كميات محاشي وصواني والكلام ده كله ما شاء الله. هجيب بقى بيضتين مع كوبايتين لبن وهبتدي اضربهم مع ملح وفلفل اسمر، وهنزل بيهم عليها كده. انا شربت الجلاش بتاعي، الفرن بتاعي سخن معايا وجاهز طبعا بسوي فيه الحاجة. هبتدي ادخل فيه صواني الجلاش، والكفتة زي ما انتوا شفتوها صبعتها وحطيتها طبعا برضو في الفرن. بسم الله لا قوة الا بالله. تستعيني كده بربنا سبحانه وتعالى، وتبتدي تجهزي حاجتك قبلها بيومين في العزومة. يوم تشتري فيه المشتريات بتاعتك، واليوم اللي بعديه تبتدي ان انت تجهزي فيه الحاجة بتاعتك كلها، وتخلي يوم العزومة ده على التسوية وتقديم الحاجة، وتعملي مثلا عصير، تكون تظبطي حاجة في شقتك تبقي رايقة. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.